تخيل لو انا خدت منك 2400 جنيه واديتك شويه زيت وفلتر يمشوك 3 شهور في عربيه بتعمل 100 كيلو في اليوم. هو ممكن نوع الزيت اللي بيتحط او بيستخدم في العربيه المستعمله اللي انت مثلا يا وائل هتشتريها يخليك ما تشتريش العربيه دي؟ طب هو ممكن نوع الزيت اللي بيتحط في نفس العربيه دي يخليك تنزل من ثمنها؟ طيب هو ممكن بقى نوع الزيت اللي في نفس العربيه دي، انا اسف لو بعيدها للمره الثالثه، يخليك تصرف نظر عنها، ودي قلتها في الاول، او حتى ايفن يكون ليها اضرار على العربيه بتاعتك. طب هو انت فاكر بقى ان انا النهارده جاي اعمل معاك فيديو واقول لك ايه الفرق ما بين اللزوجات بتاعه الزيوت، وايه الفرق ما بين ال 2050 وال 1040 وال 1550 وال 35؟ لا. انا هقول لك. بص بقى، واحد اشترى عربيه ماشيه 170,000 كيلو هاينداي اكسنت موديل 2011، شاريها بفاتوره التوكيل، عامله صيانه ال 170,000، حاطه زيت 35. المهم اشترى العربيه ومشي ال 10,000 كيلو بتوعه وراح عند بتاع زيت جنب البيت، قال له النبي كنت عايز الزيت الغالي اللي هو بيتحط في التوكيل ده اللي هو ال 10,000 العربيه. قال له لا يا عم انت ساكن هنا وشغلك هنا اليمه الثانيه، انت مش محتاج تمشي 10,000 بالزيت وياخد معاك وقت كتير في العربيه، انت خد الزيت ده. وشاور له على جيركن كده اللي هو ال 15 50، حط الزيت، مشي بيه مره اتنين التالته، جه بعد كده الزيت على ال 4000 كيلو نقص، راح غيره، مشي عليه نفس ال 4000 كيلو نقص تاني، راح لنفس قال له الزيت بينقص هو مضروب ولا ايه؟ قال له لا 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 سيبك منه بقى وخد التعاون الازرق. حتى هو مش عارف ان هو يقول له خد التعاون مواصفه ال 2050، قال له خد التعاون الازرق. الراجل بقى يحط زيت لزوجته بتاعه العربيات الديزل في عربيه 2011 كانت ماشيه 2035. هو ايه موضوع الزيت؟ انا هقول 20W50 ده عباره عن الاتي. الرقم ال20 اللي قبل الحرف ده لزوجه الزيت الصباح، يعني اللزوجه بتاعت الزيت لما تيجي تدور العربيه الصبح. الزيت ده كل ما تقل وانت جاي تدور العربيه بتاعتك الصبح، الزيت مش هيلحق يطلع ويتدفق فوق على الوش وفي البلوكات وفي البساتم وفي الشمايل. طيب فعقبال ما ياخد وقت، في عمليه احتكاك هتحصل ما بين حديد وحديد، هيحصل معاك عمليه تآكل في البستم نفسه، مره مع الثانيه مع الثانيه مع الثانيه، المكنه دي هتبخر وتنقص زيت. طيب الرقم بقى اللي بعد الحرف، الرقم اللي بعد الحرف اللي هو مثلا ال 50، لو كنا بنتكلم على التعاون الازرق اللي الراجل كان بيحطه في العربيه بتاعت الاكسنت ل 2050 ده، رقم ال 50 ده هو لزوجة الزيت عند درجة الحرارة المثالية اللي بيوصل لها الموتور لتسيا، وخلينا نقول 100 درجة مئوية. طب حلو قوي. خليني اقول لك يا صديقي ان لو جبنا 3 عربيات حطوا زيت مختلف وهم نفس 3 موديلات العربيات، كل واحد عن التاني هيوفر بمقدار الاتي. واحد معاه نوبيرا 2004 المفروض المواصفة بتاعتها 45 او 1040، طيب ده حاطط 2050 ال 3000 بتاع التعاون الازرق اللي هتغير على 2000، ال5 غيارات بتوعه ب 4800 جنيه. واخينا معاه نفس العربيه نفس النوبيرا بيحط لها زيت 1040 بيمشي معاه 8000 كيلو بيصرف 2400 جنيه. والراجل ثالث المحترم اللي معاه نوبيرا بنت ناس شبعانه بتحط 45 على مواصفه الكتالوج والتوكيل، وهوريك كل ده في اليوزر مانيوال بتاع العربيه. طيب ثالث بقى اللي بيحط ال 45 بينزل على هايبر يجيب جيركن محترم الجالون محترم 45 بيصرف معاه 2400 جنيه. فرق ما بين اول واخر واحد هو اولموست او تقريبي 2200 جنيه، والفرق ما بين اخر واحد واللي في النص بتاع ال 1040 هو تقريبي 1200 جنيه بس كده. طب ما سهله. لا 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 اصبر عليا. بص يا صديقي، ده مبلغ الزيت نفسه، ادي عليه بقى ضيف عليه تكلفه استهلاك بنزين عالي. ليه؟ لان كل ما الزيت لزوجته عليت في المكنه البساتم بقى عليها حمل، لانك وانت بتدوس بنزين بتمشي لقدام في حد بيشد العربيه بحبل من ورا، فبتستهلك منك بنزين اكتر، تعمل يهدك على المكنه، فالمشوار اللي انت بتعمله في ساعه العربيه بتاخده في ساعتين، فبيهلك معاك الموتور. زائد ترمبه الزيت بتاعتك الضغط بتاعها بيعلى وبيزيد وبتبوظ. زائد مسام الفلتر المصمم للعربيه بتاعتك اللي بتحط 45 او 1040 بيتسد عشان مسامه صغيره. زائد ان الرايش اللي بيحصل او بينتج عن الاحتكاك اللي بيحصل من في عربيتك الصبح حديد في حديد بيسد الفلتر. انا جاري صديقي معاه بولو 2001 لونها حمراء، الكلمه دي خليك فاكرها عشان تروح تقولها للي بيبيع عربيه يقول لك فابريكا بره وجوه، ما تقولوش لا سمح الله الكلمه دي يعني عيب. بس خدها كمثال، شاريها من واحد محترم كان بيحط لها سائل تبريد مانول، بيحط لها زيت الماني. رحنا جبنا شيل هيليكس
الترا 45 من هايبر، الحمد لله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله، ماشيين عليه لحد دلوقتي 9000 كيلو، الزيت ما نقص. عايز تقول لي عايز اقول لك الاتي، في فيديو هعرضه لك دلوقتي، عربيه لانسر بوما موديل 2008 بتتباع في السوق بتاريخ امبارح صح؟ وهخليك تتكلم ومحمود هيتكلم، كلنا هنتكلم عشان نفضح بقى اللي هو الانتولد زي ما بيقولوا، اللي ما اتقالش. بيبيع لانسر بوما 2008 ماشيه 170,000 كيلو، بيحط لها زيت 10000. لانسر بوما موديل 2008 عربيه فابريكا بالكامل، صح كده قائد؟ فابريكا بالكامل بره وجوه. تمام. رخصه قد ايه طبعا عامل رخصه سنه مرور التجمع. سنه مرور التجمع. باسمك ولا في توكيلات؟ لا باسمي. باسمك. حلو. عربيه كامله مانوال؟ كامله مانوال، عداد 170,000، مفيش مسمار اتحل من مكانه في العربيه كلها. ما شاء الله. تكييف شغال تكييف شغال، 4 فرق كاوتش. ما بعتش، ما انا صارف العربيه مش تصرف عليها جنيه، انا حتى الزيت لسه مغيره 10000. عداد كام؟ 170. عدد 170. تمام. ما تخليش الميكانيكي يفتي ويقول لك لا حط الزيت ده وانا هلخص لك الموضوع ده وهقول لك يا صديقي الاتي. العربيات اللي تحت ال 2000 عدلها 1550 1540 لو لقيت، ولو بتحط 2050 يبقى هم نوعين من العربيات اللي تحت ال 2000. عربيه متهالكه وقديمه، سيستافا 128 لادا، هوندات قديمه، كلام من هذا القبيل، يمشي على 2050. او على عربيه تحت ال 2000 لحد ال 2000 مقربه من الحديث شويه بس فيها مشكله في المكنه، حط لها ال 2050 لحد ما تصلح مشكلتك وتنزل للزيت اللي هو ال 1540 او 1550. عربيات من 2000 ل 2005 اخرك 1040. ما هو تحت ال 1040 العربيه دي ما تشتريهاش بجنيه عشان هي حته حديده ما فيهاش مكان. العربيه قلبها في حوضها، وقلبها ده اللي هو موتورها، فانت قبل ما بتشتري استبن ما نزلش من على الارض وكاسب بلادها وابويا فابريكا. شوف بند من بنود المحروقات اللي بيتلخص في المكنه ولزوجه الزيت، ده انت هتصرف عليه في الزيت والفلتر، ترومبه، في استهلاك البنزين، وهتجيب منك شامبر وهتعمر والسي سي بتاعها هيقل والهورس بار بتاعها هيقل. ايوه اسمع بقى، قلنا من 2000 ل 2005 عدلها واقل ما هو تحطه 1040. العربيات النظيفه لانوس كوري، نوبيرا كوري، خليجي، هوندات، لانسر، الماني زي ما تعد، من العربيات النظيفه المحترمه في البولو وفي التوليدو وفي البورا، في الجولفات النظيفه حط 45. انا معايا اهو تجربه. طيب انا هقول لك على حاجه قبل ما اخش لك في البند الثالث. انا راكب عربيه ماشيه 580,000 كيلو، انا لحد النهارده بحط 45 ماشيه 580,000 كيلو. من 2005 وانت طالع عندك حاجتين، عربيه فيها مشكله يبقى اخرك 1040، عربيه ما فيهاش مشكله يبقى 45. ولو رحت تشتري عربيه من 2005 وانت طالع لقيت فيها زيت غير ال 1040 او ال 45 يبقى ما تشتريهاش، لان انت كده بترمي فلوسك في الارض. خلي التاجر بقى اللي خد العربيه من تحت بيت واحد محترم عشان يحز ويكسب فيها، راح رايح عامل لها طقم سيرفس وحط ال 2050 في 600 جنيه ويلبسك انت العربيه وعليها لا قلنا او هامش الربح بتاعه. ازيدك من الشارب ايه؟ هقول لك بقى، يقول لك من غشنا فليس منا. فلما تروح تكلم واحد بيبيع عربيه تقول له العربيه دي انت بتحط لها زيت مواصفه ايه، يقول لك بقول لك ايه، انت مش جاي تشتري زيت، انت جاي تشتري عربيه. لا، قول له زي ما قلت لك في اول فيديو، انا كنت جاي اشتري منك غساله وعايز اعرف نوع المسحوق اللي انت بتحطه في الغساله ديت ايه. بص يا باشا، زي ما الفابريكا عندك مهم والقلم والتلقيط والمعجون والكلام ده، مع ان انا شايف وش النظافه احسن من ما فيش لو العربيه مش عامله حادثه وفابريكا دواخل. اعرف ان بند الزيت من اهم البنود اللي انت ممكن تفكر فيها في حياتك. تخيل معايا لو انت بتعمل 100 كيلو في اليوم، ايوه 100 كيلو في اليوم يعني 3000 كيلو في الشهر، يعني 9000 كيلو في الثلاث شهور. تخيل لو انا خدت منك 2400 جنيه واديتك شويه زيت وفلتر يمشوك 3 شهور في عربيه بتعمل 100 كيلو في اليوم. التاني يا عيني بيروح يحط ال 2050 او بيقول لك بقى شيل الاصفر، تقول له يعني يقول لك يا باشا الميكانيكي بقى وبالبدله وبتاع، يقول لك لا شيل الاصفر. تخيل بقى شيل الاصفر ده هو 2050 ينزل على 4000. خلينا نقول ان هو بيتباع مثلا ب 1000 جنيه، 8000 منه ب 2000، معاه فلترين ب 600 يبقى دي 2600، واثنين مصنعيه بنزينه ب 200 يبقى دي 2800 جنيه في 8000 كيلو. هلاكوا لك المكنه، تهلكوا منك بنزين، بوظوا ترمبه الزيت، سدوا الفلتر. فين اليوزر مانيوال بتاع عربيتك؟ موجود معايا هديهولك. بص انا هكون معاك من قبل ما تشتري العربيه لحد ما تعمل 4 صيانات عشان توصل للرابعه اللي هي
اهمهم صيانه ال40 نضيف. ايوه انا هكون معاك. ولو عايز مركز تفحص فيه عربيتك سمكره وابويا وتشوفها مغيره ربع مغيره نص، كلام الدارج اليومين دول، موجود في مدينه نصر. سيب لي كومنت هبعت لك تدفع لك 500 جنيه وربنا يكرمك. حافظ على فلوسك عشان الفتره دي احنا اللي هنعمله الاتي. احنا مع بعض، انا واحد ومعايا وائل ومعايا محمود ومعايا اللي انت ما تتخيلوش. احنا خبره معديه مثلا 15 سنه في العربيات، وكنا شادين بلاستر وساكتين، ما حدش فينا بيتكلم. الحاج احمد كل 300,000 جنيه موجودين بدل ما يتحطوا في الشهاده يجيب عربيه وينزل زيتها ويقلبها لك ويديها لك ب 350,000 جنيه وانت اللي شاري. شتري عربيه اللي يكون موتورها مش حرير بان هو خرصه بزيت تقيل. ركز بس في الجزئيه ديت. المكنه الحرير اللي بقول لك عليها مالك تكييف ثلاجه ومكنه حرير، هو بيعمل ايه؟ بيحط لها زيت تقيل بيكتم المكنه. بص هلخص لك الموضوع بتاع لزوجات الزيت ده وتعرف العربيه بتعاني قد ايه لو بتحط حاجه مش بتاعتها. هات كوبايتين قد كده من بتوعه القهوه، حط في واحده عسل اسود وحط في الثانيه زيت آلية من اللي عندك بتاع سلايد، وامسك الاثنين اقلبهم كده وشوف وهتفرج الفيديو الجاي. اتفضل يا عم محمود اشرح لهم الموضوع من وجهه نظرك.